يعني انتوا لسه ليكوا عين تاني بعد كل اللي بيحصل ده تتكلموا وتصرحوا بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب ايه ما بتتكسفوش يعني ولا ايه؟ طب مش كفايه فضايح الناس كلها بتتفرج عليكم في كل الدنيا في كل العالم؟ ولا انتوا عشان عارفين ان محدش هيراجع وراكم والدنيا هتتلم فبتعملوا اي حاجه في اي حاجه وتولع الناس والدنيا باللي فيها؟ يعني اتفرج يا باشا واستمتع بالقرف اللي هتسمعه. بما ان انت قلت ان رابطه خدت قرار صحيح، ليه لما تم سؤالك على ان في حاله انسحاب بيراميدز في عدم لقاء او عدم الذهاب للقاء سيراميكا كليوباترا ان هيتم خصم 6 نقاط وما طبقش ده على النادي الاهلي؟ انت عارف يا كابتن احمد ولا تقربوا الصلاه، اصل ده تصريحك. ما انا هكلم حضرتك. ايوه انا ما هو انت عشان يعني بالعكس ده احنا ده انا عايزك توضح عشان الناس تبقى فاهم. بص يا كابتن، انا فاكر انت حضرتك لما قال لك المستشار عاوز بطوله، انا ما قلتش كده. انا بيسالني الكابتن مدحت شلبي بيقول لي الزمالك والسموحه ايه النزاع عشان ده عاوز حكام اجانب وده عاوز حكام مصريين. قلت له المستشار عاوز بطوله، فمتخيل بص يا كابتن، فمتخيل بوجود الحكام المصريين هيساعدوه في البطوله، والمهندس فرج عامر عاوز بطوله، فمتخيل الحكام الاجانب ما خدوش كلام المهندس فرج عامر وخدوا حته المستشار عاوز بطوله. كابتن انا هتحط بيسالني افرض بيراميدز ما راحش الدوري، ما راحش الماتش. قلت له هي مش دوري مدارس يعني، هو كل واحد يا كابتن احمد. ولو برضه بعد اذن حضرتك لو قال لي افرض الاهلي ما راحش الماتش كنت اقول له نفس الكلام، هيتطبق عليه اللائحه. ايوه طب ما هو الاهلي ما راحش الماتش الاولاني ولم يطبق عليه اللائحه. الوضع ده مختلف يا كابتن. لا ما انا عايز افهم على فكره. انا على فكره والله بالعكس انا بس عايز افهم، يعني انت ليه دلوقتي بتقول لو الاهلي عمل كده تاني هيخصم منه 6 نقاط؟ ايوه، وما اتخصمش منه قبل كده 6 نقاط، وانت قلت لو بيراميدز خد قرار بعدم الذهاب للقاء سيراميكا كليوباترا فهيتخصم منه 6 نقاط. انا عايز افهم بس الموضوع ايه الفرق؟ الفرق حضرتك لما بيراميدز يبقى عنده النيه انه ما يلعبش الماتش بكره او ما يجيش ماتش بيراميدز والسيراميكا، فهو عنده يعني تربص او مش تربص، هو واخد قراره انه مش هيروح. صحيح. النادي الاهلي بعد اذن حضرتك ومش بدون اسباب. لا ومش دفاعا عن النادي الاهلي. لا يعني قصدي ان بيراميدز لو خد القرار ده يبقى بدون اسباب، يعني يبقى راجل راجل بيكسر اللوائح وبس. وبرده ما بقولش بيراميدز اكس اي نادي. اما النادي الاهلي ظروف الماتش الاهلي والزمالك يا كابتن، وانا برده يعني معنى كده ان انا مش مؤيد جدا ان الاهلي ما ينسحب الماتش. اي فريق انت مش مؤيد ان هو ينسحب طبعا. صحيح. لا وتحديدا بعد اذن حضرتك، لان قبل كده سالوني لو النادي الاهلي هو اللي ما راحش الماتش بتاع الزمالك الاولاني، قلت له النادي الاهلي ما يعملش كده. انا على اعتقادي ان الانسحاب ده عمره ما يجي مع النادي الاهلي. حصل الكلام ده يا كابتن، بس حصل ليه؟ النادي الاهلي فوق. طب بذمتكم ده حال مسؤولين ولا ناس تاخد منها كلمه ولا تقدر تدير؟ يقول لك يا باشا اصل ده موقف مختلف عن ده، اصل النادي مش عارف ايه كان معاه ايه لكن التاني مطبق عليه عشان هو مش دوري مدارس، لكن التانيين ده مدارس يا باشا، ما ينفعش نعمل لهم اللي هم عايزينه. لكن انت تقول كده لا يا باشا مش دوري مدارس هو، لكن التاني اصل